ويد ركله جزاء لمنتخب الكونغو. هذه العاده مره ثانيه، هذه العاده، هذه العاده والركله. لقاء المغرب انتهى، لقاء كوت ديفوار والمغرب انتهى، وتأهل رسميا منتخب المغرب لكأس العالم روسيا في العام القادم باذن الله، بعد ما قدم لقاء كبير وبعد ما فاز اليوم على كوت ديفوار في ابيجان بهدفين مقابل لا شيء. مبروك للمغرب ورجال المغرب على هذا الانجاز والاعجاز والاداء المشرف للمغرب في هذه المجموعه الثالثه. والان ركله جزاء للكونغو بقدم النجم الخطير اللاعب جيلاتان بورونجي، والحارس على طول موسى تراوريه. والركله لمنتخب الكونغو والتركيز العالي، والركله مع دخولنا للدقيقه الثانيه على طول حطها جميله، حطها جميله جوه الجول، جوه الجول. الهدف الثاني، هدف التقدم اليوم لمنتخب الكونغو على منتخب غينيا، يحطها بمهاره كبيره النجم رقم 9 اللاعب بورونجي عشان يتقدم منتخب الكونغو على ارضه بهدفين مقابل هدف وحيد لمنتخب غينيا. هدف جميل من ركله جزاء في الدقيقه 92 من نهايه المباراه. وحتى الان لقاء تونس امام منتخب ليبيا مباراه بلا اهداف، ودخلنا الان خلاص على quatrième tireur de chaque côté maintenant. Ah, là on l'attendait au tournant, Jonathan Bolingui, capable de tout. Héros du match quelque part, des joueurs dont on a le plus parlé, mais c'est normal. Et qui se présente maintenant face à Abdulaziz Keita. Alors je sais pas trop quoi dire. Il m'a pas l'air très rigoureux. Course d'élan face au ballon, pas une très bonne course d'élan. Et il le met, bien joué. Et il le met en plaçant oui. son ballon dans le petit filet avec l'assurance qu'on lui connaît. Ah oui, très bien joué, très bien tiré. ويد ركله جزاء لمنتخب الكونغو. هذه العاده مره ثانيه، هذه العاده، هذه العاده والركله. لقاء المغرب انتهى، لقاء كوت ديفوار والمغرب انتهى، وتأهل رسميا منتخب المغرب لكأس العالم روسيا في العام القادم باذن الله، بعد ما قدم لقاء كبير وبعد ما فاز اليوم على كوت ديفوار في ابيجان بهدفين مقابل لا شيء. مبروك للمغرب ورجال المغرب على هذا الانجاز والاعجاز والاداء المشرف للمغرب في هذه المجموعه الثالثه. والان ركله جزاء للكونغو بقدم النجم الخطير اللاعب جيلاتان بورونجي، والحارس على طول موسى تراوريه. والركله لمنتخب الكونغو والتركيز العالي، والركله مع دخولنا للدقيقه الثانيه على طول حطها جميله، حطها جميله جوه الجول، جوه الجول. الهدف الثاني، هدف التقدم اليوم لمنتخب الكونغو على منتخب غينيا، يحطها بمهاره كبيره النجم رقم 9 اللاعب بورونجي عشان يتقدم منتخب الكونغو على ارضه بهدفين مقابل هدف وحيد لمنتخب غينيا. هدف جميل من ركله جزاء في الدقيقه 92 من نهايه المباراه. وحتى الان لقاء تونس امام منتخب ليبيا مباراه بلا اهداف، ودخلنا الان خلاص على quatrième tireur de chaque côté maintenant. Ah, là on l'attendait au tournant, Jonathan Bolingui, capable de tout. Héros du match quelque part, des joueurs dont on a le plus parlé, mais c'est normal. Et qui se présente maintenant face à Abdulaziz Keita. Alors je sais pas trop quoi dire. Il m'a pas l'air très rigoureux. Course d'élan face au ballon, pas une très bonne course d'élan. Et il le met, bien joué. Et il le met en plaçant oui. son ballon dans le petit filet avec l'assurance qu'on lui connaît. Ah oui, très bien joué, très bien tiré.